السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، أنا كنت ماشي في شقة تعبان كده، وبعدين لقيت ورشة شغالة في ارتفيشال اللي هو العرق بتاعه في الوش بس مش في الوش والظهر. فأنا هدخل الوقت الورشة، ومش هقول ورشة مين ولا هي كده اتعرفت. أنا دلوقتي هدخل الورشة وهصور لكم الارتفيشال وأوضح لكم إن هو وش واحد بس. هقلب الكاميرا أهو. أهو يا جدعان، أهو أهو. الناس دي ما عندهاش ضمير. تتخضطوا كده ليه يا رجال؟ هات لي يا ابن الحته اللي معاك دي كده. اطباق جودة 100 100 يا ولا عم جوده ايه وبتاع، وانت شغال في ولا فخ ارتفيشال؟ جماهير. انت شغال في حاجه الشغل فيها حرام. اهو شايفين العرق ده؟ بص، مفيش هنا حاجه، مفيش هنا حاجه. ده العرق وش بس مرسوم رسم، لو حكينا كده شويه العرق هيروح اهو. مفيش حاجه. العروق شكلها حلو ليه؟ لانها مرسومه رسمه، مش اصليه، مش عروق اصليه. هنا دي مش عروق دي ولا بقع ولا حاجه. اهو ابيض ساده، وبيخش على مكنه ترسم الوش كده. في ناس بتبعت لي صور من الارتفيشال ده، بيكون حد عارضها عليهم وطبعا باسعار رخيصه، فبيستغربوا ازاي انا بعرف ان هو ارتفيشال. في بعض الناس بيفكر ان انا بكذب عليه. انا بعرفه في الصور من شكل العروق بتاعته. العرق بتاعه معروف، وعرق الكوارتز الاصلي معروف.